أهلا بيكم في مطبخنا الجميل. النهاردة هنعمل وصفة الفراخ المشوية اللي هتخلي أي حد ياكلها أو يشوفها يقول دي جاهزة ومن بره. مستحيل تكون دي فرخة مشوية في البيت. هنعرف مع بعض السر اللي بيخلي الفراخ تطلع طرية ومشبعة بالنكهات، ولونها يكون دهبي كده يفتح النفس بالظبط زي اللي بنشوفه في المطاعم. هنتعلم مع بعض كل خطوة بخطوة، من تتبيلة الفرخ اللي هتخلي الطعم يجنن لحد طريقة الشوي اللي تحافظ على العصارة الداخلية والقرمشة كمان الخارجية. هقول لكم على أسرار البهارات والوقت المثالي للشوي، وشوية حيل صغيرة كده هتخلي الطعم غني وطري في كل قطعة هناكلها. استعدوا معايا لتجربة ممتعة وريحة تطلع من المطبخ تخلي كل البيت يشتهي الأكل. هنتابع مع بعض كل خطوة بالتفصيل، ونحول الفراخ من طبق عادي لطبق يوازي أشهر المطاعم، ومش هتضطري تشتريها من المطاعم تاني. هنعمل كمان صوص التومية اللي بينقل طعم الفراخ في حتة تانية خالص، وطبعا مش هنسى الشيبس المقرمش اللي هيحسسك انك فعلا عايشة في جو المطاعم. يلا نبدأ مع بعض ونعمل مع بعض أحلى فرخة مشوية، وبسم الله وتوكلت على الله. هجيب طبق كبير وهحط فيه معلقتين كبار كاتشب، ومعلقتين كبار صلصة طماطم، ومعلقتين كبار صويا صوص. وهنا الصويا صوص مش بس بتدي طعم، لا بتدي كمان لون حلو قوي للفرخ المشوي. معلقتين كبار زبادي، وهنا استخدمت علبة زبادي المراعي. إضافة بقى التوابل الكافة: بابريكا، فلفل أسود، ملح، 7 بهارات، كركم، من كل حاجة معلقة صغيرة. البهارات دي سر الطعم اللي هيخلي الفراخ طعمها يجنن زي المطعم بالظبط، وأفضل كمان من المطعم. هنضيف عصير ليمونة كبيرة عشان تخلي الفرخ طرية كده، وكمان هتديها لمعة جميلة قبل الشوي. فص الثوم مفروم، وهنضيف شوية زيت زيتون علشان الخلطة تتجانس كويس وتدي الفرخ طراوة مسهلة. دلوقتي نخلط كل المكونات كويس قوي وبالراحة. اعتمد التتبيلة دي للفراخ المشوية، بجد هتبهرك وهتشرفك قدام أسرتك. التتبيلة دي مش بس نكهة، ده سر السرور اللي هيخلي أي حد يجرب الفراخ ويقول تسلم إيدك يا ست الكل. هنجيب أي صينية مدورة أو أي نوع بتحبيه، وأنا استخدمت فرخة وزن كيلو و800 جرام. بس أنا بنصح طبعا الفراخ المشوية يكون وزنها أقل من كده، مثلا كيلو ونص، كيلو 400 جرام. ده أكتر حاجة هتبقى حلوة أوي في الشوي. وطبعا اتبقى معايا شوية تتبيلة هسيبهم على جنب عشان هستخدمهم بعدين في الفراخ. هنسيب الفراخ تتبل ساعتين لو انت مستعجل، لكن الافضل طبعا تسيبيها ليلة كاملة في التتبيلة علشان تتشرب كل النكهات كويس قوي. هندخلها فرن سابق تسخين على درجة حرارة 200، وهنسيبها اول نص ساعة على حرارة 200، وبعدين نخفض الحرارة ل 180 عشان تستوي براحتها. تعالوا بقى نعمل مع بعض صوص التومية الخطير: معلقتين كبار مايونيز، وعلبة زبادي النراعي أو معلقتين كبار، عصير ليمونة، رشة ملح، 3 فصوص توم. هنشغل سرعة بطيئة الأول، وهننزل بالزيت خط رفيع كده لحد ما يديني القوام المطلوب. بعد كده هسرح حوالي دقيقة، وبعدين هدفع عليه. شايفين القوام؟ بجد يجنن. هنا بقى سر المطاعم: التومية الكريمي اللي بتدوب القلب قبل اللسان. شايفين القوام؟ والأنعم كل ما تضرب أكتر كل ما تبقى فاخرة أكتر، والريحة ريحة منعشة كده تقولك خد لقمة وما تفكرش. اللون الأبيض الناعم ده إعلان رسمي إن التومية طلعت مظبوطة 100%. وعشان العين بتاكل قبل البطن، حبيت أزينها بشوية بابريكا كده من على الوش عشان تدي شكل يفتح النفس. شايفين جمالها؟ تحس كده إنك في مطعم 5 نجوم. فاكرين شوية الخلطة اللي سبتهم على جنب؟ هحطهم على الفرخة كده عشان تدي طعم ولون أغنى، واخفض الحرارة على 180 عشان تاخد راحتها في الشوي. ودلوقتي تعالوا نعمل الشيبسي اللي هيخلي اللي يشوفه وياكله يقول ده شيبسي مستحيل يكون بيتي. هنجيب 3 بطاطسات مع بعض، وهبدأ بتقطيعهم. هنقطع بالسمك رفيع عشان يدينا قرمشة حلو. شايفين السمك رفيع ورقيق اللي هو أول ما ينزل الزيت يعمل صوت يطمن. أنا حبيت أقلل حجم الشيبسية شوية عشان يكون شكلها ظريف وحلو. وهنا هنعمل محلول ماء ونحط ملح وخل. هننقع بقى البطاطس لمدة ساعتين في المحلول ده، وقبل القلية ب5 دقايق هشطف البطاطس شطفة خفيفة كده من المحلول عشان ما يكونش طعمها خلومة. نسيب بقى الشيبس على جنب ونعمل الرز الأبيض الجامد بتاعي. في حلة وسط غسلت كوبايتين رز مصري وحطيت عليهم معلقتين صغيرين ملح. كل كوب رز مصري بياخد معلقة صغيرة ملح وكوب مية. واستخدمت زيت زيتون بس عشان أنا عاملة دايت ومحبتش الندات بتاعيها. حطيت كوبين ماء مغلي واديته تقليبة كده وغطيت عليه. أول ما يتشرب من المية هوطي عليه النار خالص.
تعالوا بقى نشوف أخبار فرختنا. ما شاء الله الريحة قلبت البيت كله. بحط لها من الصوص بتاعها عشان يعزز لونها وطعمها. وهنا رجعت أشوف الرز، ما شاء الله خلاص استوى. شايفين الجمال؟ رز مفلفل مفيهوش خلطة، ما شاء الله تبارك الرحمن. ألف عافية يا رب على صحتكم. تعالوا بقى نحمر الشيبسي. في حلة صغيرة هحط زيت غزير وهسيبه لما يسخن قوي، وهنزل بالبطاطس وهسيبها لما تاخد لون ذهبي حلو كده. ويا ريت بلاش نقلب الشيبسي لما نحطه في الزيت، يعني سيبيه كده يحمر براحته خالص، عشان التقليب بيخليه يطرى. شايفين بقى الجمال؟ شيبسي زي ما الكتاب قال. واو، ولا اللون بجد لون ذهبي يجنن. وهنا جبت طبق حطيت عليه مناديل علشان يشرب الزيت من الشيبسي، تبقى الشيبسية كده متصفية من الزيت وتكون مقرمشة وحلوة، حتى اسمعوا صوت القرمشة. هحط باقي كمية الشيبسي اللي عندي وهديها تقليبة وهسيبها لما تتحمر براحتها. هنا جبت طاسة وحطيت فيها معلقتين كبار من السمنة وقلبتهم كويس، وحطيت عليها معلقة بابريكا ومعلقة فلفل اسود. وده الصوص اللي هحطه على الفرخة بعد ما تطلع من الفرن ب5 دقايق عشان تديني لون حلو ولمعة حلوة زي اللي بنشوفها كده في المطاعم بالظبط. وده السر اللي بيخلي الفراخ المشوية اللي بتتعمل في المطاعم تلمع ويبقى شكلها مغري وحلو. وهنا خلاص اللحظة الحاسمة، فرخة خلاص استوت وأخدت 1.5 ساعة بالظبط في الفرن. بجد الريحة تهبل. نزلت عليها بعد ما خرجت من الفرن ب5 دقايق بالصوص اللي احنا عملناه سوا. شايفينها بتلمع ازاي؟ بجد شكلها حلو قوي. ابنه واقف بيقول لي ماما وقفي تصوير وهاتي الفرخة. انا دخت بجد من الريحة. بصراحة بقى الفرخة دي هتغير مفهومكم تماما عن الشوي. ريحتها لوحدها كفاية تفتح النفس. شايفين اللمعة دي اللي بتقولك إن الفرخة داخلة على مستوى جديد من الجمال، تحس كده إنك طالباها من مطعم فاخر. وهنا جبت طبق كبير وبدأت أحط فيه رز بطريقة حلوة كده تفتح النفس، وحطيت عليه بقى كده من فوق فرختنا الجميلة. شوفوا بقى الجميل، ولا الشيبس بقى اللي حضرناه مع بعض خطير يا بنات، وطعمه بجد يجنن. حتى اسمعوا الصوت كده، شوية مخلل طبعا. وشوفوا بقى صوص التومية بعد ما خرج من التلاجة اتمسك ازاي وشكله شهي. اظن مفيش بعد كده جمال. ودي كانت احلى فرخة مشوية بسيطة بس طعمها ما يتنسيش. لو جربتوها قولولي عملت معكم ايه، وبكده نكون خلصنا احلى فرخة مشوية ريحة تبسط وطعم يدوخ. مستنياكم تجربوها وتبعتولي النتيجة. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل الوصفات اللذيذة اللي هتغنيكوا عن المطاعم والمحلات. واشوفكم في وصفة احلى واطيب مع مطبخ توب شيف. بحبكم في الله وبتمنى لكم يوم سعيد. باي جميلات.